السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا واحد شنقول له ضيعاتهم ومخرجين الضيماتهم ضيعات في الفرن مع البطاطا ومع البصل. اوكي، راه نسيتهم شي شويه في الفرن تحمروا بزياده. المهم وصفه بسيطه وسهله بزاف اللي صابح فيه العكز وبغى يدير شي حاجه بسيطه، هذا من الاطباق المقترحه. اوكي، ما تنسونيش من لايك وما تنسونيش من الدعم كما كنقول لكم دائما وابدا. ربي يحفظكم وشكرا بزاف على الكلام الجميل، دائما كترفعوا لي المعنويات وكنطير في العلالي في العلالي في العلالي. اوكي، وهذا ما كان. يلا بسم الله، تشوفوا معايا الوصفه وإلا عجباتكم لايكيوني. المكونات شنو عندي هنا؟ المهم عندي هاد الضليعات هادو، بغيت ندخلهم الفرن يعني بطريقه بسيطه جدا. ندخل شي شويه، غادي ناخذ التوابل ديالي اللي هما هاد اللي كتشوفوا. عندي الملح، الفلفل الاحمر، الفلفل اليابس، الكركم، الفلفل الاسود، القرفه، الثوم، الازير، الزنجبيل. صافي غندير كلش هنايا. شويه الازير طبعا. هذا درنا فيه طعم الازير، بغيت ما نديروش فيه بقدونس وكذا داكشي باش يبقى لينا الطعم ديال الازير والطعم تاعو. عندي هنا شرائح ديال البطاطا وعندي شرائح ديال البصل. هما ندير فيهم شويه ديال الشطه. أسهل ما يكون هاد الأمر، سهلة بسيطة وكتدخلي الفرن خلاص. ممكن تعملها بالدجاج، ممكن تعملها باللحم، شيء اختياري. المهم عندي هنا هادي غادي نحاول نديرها هكذايا. انا جزارة صافي غنديرو لها الخلطة. فيها طرق عديدة، كل واحد والطريقة ديالو. كاين اللي كيديرها بالأعشاب الملسمة، أزير، ثوم، الملح والفلفل الأسود كذا باش هذاك الطعم ديال اللحم يطلع مركز أكثر وأكثر. ولكن انا تعجبني اللون، طلع محمر شي شويه. ضروري هاد التوابل لان العين تعشق قبل البطن. خليها في وديعة الله دابا ترتاح. البنات نخليها حتى شويه تعطيني داك الطعم ديالها ونستفى في الصينيه وغادي نرجع. صافي كنجيبو المول ديالنا اللي غادي ندخلوه الفرن، كنحطوه هذيك البصيله ديالنا، نحطو هاد الضيعات. هذه راه ما نقول لكم لا اكله بريستيج ولا كيف تستقبلين ضيوفك ولا والو. هذه لا نطي مع
اجازه وما عندكش الوقت وبغيتي وبغيتي تمشي بالزربه وتخرجي راسك، ايوا عملي هاد الصينيه هادي راه كتجي زوينه وشليضات، ايوا بالخف. يعني خدمة المعاجين هي هادي الطبق هذا، خدمة المعاجين.